الإحساس ده كويس لما نقرر إننا نبدأ نتعلم إنجليزي بحماس، فنحمل تطبيقات جديدة ونفتح كورسات من اليوتيوب ونشتري كراسة جديدة للمذاكرة، بس بعدها بأسبوع نقفل كل حاجة ونرجع تاني لنقطة الصفر. حصلت معايا كذا مرة وكنت فاكرة إن المشكلة فيا، بس اكتشفت السبب الحقيقي وهو إن الطريقة اللي بنستخدمها هي اللي غلط. مفيش حد يقدر يستمر في حاجة مملة أو تقيلة أو مش مناسبة ليه. علشان كده جربت أعمل خطة أسبوعية بسيطة وممتعة فيها كل المهارات اللي محتاجينها في الإنجليزي، والأول مرة حسيت إن في تطور حقيقي فعلا. والنهاردة قررت أشارك الخطة معاكم، خطة هادية وتقدري تبدأي بيها حتى لو مستواكي صفر. الخطة الأسبوعية لتعلم اللغة الإنجليزية. اليوم الأول الكلمات. مش محتاجة أقول إن أهم حاجة في الإنجليزي هي الكلمات. اختاري من 10 ل20 كلمة جديدة تبدأي تحفظيهم، وعدد الكلمات بيكون على حسب مستوى صعوبة الكلمات وسرعتك في الحفظ. ولو محتارة تجيبي الكلمات منين أنا هقولك. في تطبيق كويس جدا اسمه كيك، وفي كورسات زي The American English بيكونوا مقسمين الكلمات حسب المواضيع، وابحثي في اليوتيوب عن 100 كلمة إنجليزية مستخدمة يوميا وأهم كلمات الإنجليزي للمبتدئين وهكذا. وبعد ما تختاري ال10 كلمات اكتبي الكلمات بإيدك واكتبي معنى كل كلمة وكمان جملة عليها. استخدمي تطبيق زي كويزلت أو كروت ورقية للمراجعة زي أنكي، وما تنسيش إن الهدف هو إنك تكتسبي مفردات بشكل فعال مش تخزين وهمي. اليوم التاني القواعد. القواعد مهمة جدا للمدرسة وبره المدرسة وما ينفعش نهملها. عشان كده ركزي على القواعد اللي بتواجهي صعوبة في فهمها، واتفرجي على فيديو شرح خفيف 5 دقايق مثلا من قناة بتحبيها. بعدها اكتبي جمل بسيطة بإيدك وكوني أمثلة من دماغك، وأهم حاجة التطبيق العملي مش حفظ القواعد بس. اليوم التالت النطق. اختاري جملتين أو 3 من اللي عرفتيهم قبل كده واسمعيهم من على ترجمة جوجل، وقلدي النطق كأنك بتقلدي ممثلة أجنبية، وسجلي صوتك وراجعيه. هتضحكي بس هتتقدمي بمرور الوقت. واسمعي أجانب كتير بيتكلموا ورددي وراهم وركزي في النطق بتاعهم، لأن دي حاجة هترفع من مستواكي جدا. والهدف من كده إن لسانك يتعود يتكلم مش بس تفهمي اللي بيتقال. اليوم الرابع الكتابة. اكتبي فقرة بسيطة عن أي موضوع بتحبيه، يومك، حلمك، حاجة بتحبيها، أو خلي ChatGPT يختارلك موضوع، واستخدمي الكلمات والقواعد اللي ذاكرتيها. ولو تقدري استخدمي أدوات تصحيح زي جرامرلي عشان تشوفي مستواكي وتتعلمي من أخطائك، وده عشان تربطي بين دماغك واللغة في كلام حقيقي. اليوم الخامس الاستماع. اسمعي فيديو قصير أو بودكاست مدته من 3 ل5 دقايق وشغلي الترجمة باللغة الإنجليزية، واكتبي الكلمات اللي سمعتيها وفهمتيها، وكمان اكتبي الكلمات الجديدة عشان تحفظيها. بعدين عيدي الفيديو مرة تانية بدون ترجمة وشوفي الفرق، وده عشان ودنك تتعود على نغمة الإنجليزي وتتوسع مفرداتك. اليوم السادس مراجعة ولعب. راجعي كل حاجة بسرعة، الكلمات، القاعدة، الجمل، الكتابة. العبي لعبة لغوية زي وورد وول أو سكرابل، واتفرجي على كرتون إنجليزي أو مشهد من مسلسل بتحبيه بتركيز، وده مهم جدا عشان بيساعدك تربطي اللغة بالمتعة فتقدري تستمري. اليوم السابع راحة. مش لازم نضغط على نفسنا طول الأسبوع، ولو في حاجة فوتيها في الأسبوع راجعيها، أو بس اتفرجي على فيديوهات خفيفة واستمتعي، وده عشان يحصلك تثبيت وتوازن مش ضغط. أنا مش خبيرة إنجليزي، أنا بنت زيك بالظبط، بس لما غيرت الطريقة حسيت إن الإنجليزي مش صعب، هو بس محتاج أسلوب ممتع يحمسنا. جربي الخطة دي أسبوع واحد بس وشوفي بنفسك التغيير اللي هيحصل. وافتكري إن مفيش نتيجة من أول يوم، بس كل خطوة صغيرة بتقربك من حلم كبير. انت فين في رحلتك مع الإنجليزي؟ بدأتي؟ وقفتي؟ ولا لسه مش عارفة تبدأي منين؟ اكتبيلي في الكومنتس وخلينا نشجع بعض. وما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة لو عجبك الفيديو، وشاركيه مع أي بنت بتحاول تتعلم الإنجليزي. أشوفك في الفيديو الجاي، باي.